أهلا بكم. انتشر مقطع فيديو خلال الساعات اللي فاتت على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة انهيار أحد المباني في مدينة مكة المكرمة بالقرب من برج الساعة. ووفقا للفيديو اللي تم تبادله بين رواد السوشيال ميديا، ظهر مبنى ضخم في مدينة مكة المكرمة بينهار في مشهد أثار حالة من الفزع بين السكان، وتسبب سقوطه في إثارة موجة كبيرة من الأتربة. ويصرح المتحدث الإعلامي لمشروع تطوير العشوائيات بمكة المكرمة إنه أحد المباني القريبة من برج الساعة في مدينة مكة المكرمة تعرض للانهيار أثناء عمليات الهدم والإزالة، وقال إنه هذا المبنى هو فندق وبيتكون من 15 طابق. وقال المتحدث الإعلامي لمشروع تطوير العشوائيات بمكة المكرمة إنه انهيار الفندق لم ينتج عنه أي خسائر في الأرواح البشرية، وإنه فقط تعرض أحد العاملين لإصابة خفيفة وتم على إثرها نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الكاملة. وقال إنه جرى غلق المكان بالكامل من بداية عمليات الهدم والإزالة. وأعلن ممثل إمارة مكة المكرمة إنه جميع مستشفيات مدينة مكة المكرمة معدة ومجهزة على أعلى مستوى، وإنها على أتم استعداد لاستقبال أي حالة طوارئ. في نهاية الفيديو بنتمنى كل السلامة للشعب السعودي الشقيق. ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو، وياريت تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا للمتابعة.